بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة بسكوت سهلة وسريعة وبسيطة وجميلة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، ومكوناتها برضه هتكون ان شاء الله بسيطة وموجودة عندك في البيت، هتقومي تعمليه دلوقتي وتبسطي الولاد. بكل بساطة هنجيب الخلاط بتاعنا وهننزل عليه ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وطالما في بيض يبقى ظرف من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايلة حطي كام نقطة. ضربتهم في الخلاط كده في الأول، وبعدين هنزل عليهم يعني كوباية إلا ربع من السكر، وبرضه هرجع أضربهم تاني مع البيض. يبقى أنا خدت البيض ضربته مع الفانيليا في الأول علشان أنا عايزة بس إيه الدرجة، يعني يبقى لونه فاتح، وبعدين نزلت بالسكر وبرضه هاضربه تاني. برضه شوفي اللون بتاعِك يعني لونه أبيض وفاتح شكله حلو جدًا. هانزل عليهم بقى بكوباية إلا ربع من الزيت. طيب الكوباية اللي أنا مستخدماها اللي هي دي كوباية عصير، بس نفس المقدار بتاعها أو المعيار بتاعها زي كوبايات المَج بتاع الشاي العادية اللي موجودة عندنا كلنا في كل البيوت. يبقى حطينا بيضتين ونزلت عليهم بظرف من الفانيليا وضربتهم في الخلاط، وبعدين حطيت عليهم كوباية إلا ربع من السكر، وبعدين نزلت عليهم بكوباية إلا ربع من الزيت، وكل ده ضربته في الخلاط. تمام. نيجي بقى للمكونات الجافة، معايا كوبايتين ونص من الدقيق ورشة من حطيت عليها رشة ملح، ويعني نص كوباية من النشا. تمام كده، يبقى نص كوباية نشا على كوبايتين ونص من الدقيق، رشة ملح، وهحط معاكم دلوقتي معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هي دي المكونات الجافة اللي عندي. هنقلبهم بقى مع بعض كويس علشان كل المكونات الجافة تختلط مع بعض كويس قوي، علشان لما هننزل عليها بالمكونات السائلة اللي احنا ضربناها في الخلاط مش هنعجن كتير. احنا عارفين ان البسكوتات من الحاجات اللي ما بتاخدش عجن، زي مثلا المعجنات، القرص، الباتيه، المولتو، الحاجات دي لا. البسكوتات بمجرد ان انتي الدقيق بيختلط بس كده بالمواد السائلة بتاعتنا اللي عندنا، خلاص العجينة بتتلم، خلاص ما بنعجنش تاني. بتبقى حاجات بتبقى ناعمة وما بتبقاش محتاجة ان انتي تعملي لها عرق، يعني فاهمين قصدي؟ لان هي ما بيبقاش فيها سوائل كتير، السوائل بتاعتها بتبقى قليلة، يعني مش بيبقى عليها مثلا حليب ولا بيبقى عليها مية ولا كده ولا كل الحاجات دي. فاحنا ما بنعجنهاش، احنا يا دوبك بس بنلمها. انا خلاص حسيت ان انا مش هعرف المها بالمعلقة، خلاص هنضف كده المعلقة من العجين اللي فيها وهلمها بس كده بطراطيف صوابعي، يعني ولا عجن ولا اي حاجة. زي ما قلت لك البسكوتات مش بتاخد عجن كتير، بتلم بس معايا كده العجينة، مجرد ان هي لمت خلاص اهي. باخد حتة كده باختبرها على إيدي، لمّا باكوّرها كده على إيدي خلاص ناعمة وكل المكونات بتاعتها امتزجت مع بعض خلاص. هاقسمها بقى نُصّين، هي مش بتلزق ولا أي حاجة. هاقسمها نُصّين، نُص هاخلّيه كده على جنب، هاعمله زي ما هي كده، يعني عايزاها أبيض فانيليا، والنُص التاني ده أنا هاحط عليه كاكاو علشان هاعمله شوكولاتة، يعني هاعمل إيه التشكيلة. لو أنتِ عايزة مثلًا الكمية تضاعفي الكمية، خلاص ممكن اللي إحنا عملناها دي، المقادير اللي إحنا عملناها دي هتعمليها فانيليا، واعملي مقدار تاني وحُشي منه مثلًا معلقتين كبار دقيق، وحطي مكانهم استبدليهم بالكاكاو. إنما أنا المقدار ده كان بالنسبة لي كويس وهيطلّع معايا كمية كويسة، فأنا عشان كده قسمته نُصّين وأخدت نُصّه هاسيبه فانيليا والنُص التاني هاعمله بالشوكولاتة. أخدت اللي أنا حطيت عليهم الكاكاو، طبعًا هتبقى يعني ناشفة معايا أو يابسة معايا، فأنا حطيت مقدار مثلًا معلقة من الزيت على إيدي، خدتها على إيدي زي ما أنتِ شُفتِ كده، وهاعجن بيها علشان العجينة تبقى مالسة معايا وناعمة، ما تتقطّعش وما تتفرولش منّي، وتبقى ناعمة زي العجينة بتاعة الفانيليا. تمام كده؟ إنما زي ما قُلت لِك لو أنتِ هتعجنيها من الأول بالمقدار بتاع الحاجات اللي إحنا حطيناها،
وهتعمليها من يعني مقدار تاني بالكاكاو، يبقى تحُشّي معلقتين من الدقيق تستبدليهم بالكاكاو. بس كده خلاص نيجي بقى للتشكيل بتاعهم. الحجم زي ما أنتِ حابة، بس أنا عاملاها زي إيه، يعني على حجم الليمونة الصغيّرة، أنتِ شايفاها أهي قدّامِك وكنتِ شايفاها وأنا حاطاها على إيدي. هاعمل كام واحدة كده، هاكوّر كام واحدة صغيّرين وهاحطهم معاكم على الصينية. طيب الصينية مش مدهونة أي مادة دهنية خالص، ما فيش يعني ما فيش فيها أي حاجة، أنا الصواني بتاعتي ناشفة، هاحط فيها العجين بتاعي على طول، مش هادهنها يعني، لإن هي فيها كمية زيت كويسة. البسكوت ده يعتبر من البسكوتات الموفّرة، ولا فيه زبدة ولا فيه سمنة ولا فيه مكونات كتير، هم زي ما أنتم شُفتوا معايا شوية الزيت وشوية السكر وحبّة الدقيق وخلاص على كده ونُص كوباية النشا، وبقى معاكِ يعني العجينة حلوة جدًا وناعمة، مش يعني مش بتتكسّر معايا، مش بتتفرول. الطريقة بقى بتاعة التشكيل، أنا بعد ما عملتهم زي ما أنتم شُفتوا كده، عملتهم كِوَر صغيّرة، هاضغط عليها بس كده بطراطيف صوابعي، ضغطة بسيطة. أنا هاشكِّل بإيه، ده غطا إزازة، أي إزازة عندِك خُدي الغطا بتاعها وخلاص بتعملي بس كده الأشكال كده شكل الهلال نُص دايرة ده، بُصّي بتبقى شكلها حلو جدًا بعد ما بتتسوى بتبقى شكلها جميل. وممكن بشوكة لو عندِك الشوكة أي بيت فيه طبعًا الشوكة بتاعة الأكل دي، هتضغطي ضغطة كده بالعرض وترجعي تعمليها بالطول، يعني هتبقى معاكِ سهلة جدًا وبسيطة، وبيبقى الشكل بتاعها البصمة بتاعتها بتبقى ثابتة وشكلها جميلة. عندِك طبعًا أي حاجة تشكّلي بيها أنتِ براحتك، أنا باقول لِك دي أسهل طريقة للتشكيل، وأبسط حاجة، يعني ما فيش بيت ما فيهوش غطا إزازة ولا فيه شوكة، فدي سهلة جدًا وسريعة وبسيطة. وبعد ما بتتسوى يعني بعد ما بنطلّع البسكويت من الفرن بيفضل التشكيل بتاعها بيبقى ثابت وبيبقى شكله حلو جدًا. فدي طريقة سهلة وبسيطة في التشكيل. ممكن كمان المضرب بتاع البيض تقدري تجيبيه، هو أنا المضرب بتاعي من تحت البوز بتاعه يعني ما كانش مضبوط أوي، أنا كنت عايزة أطلّعها شكل النجمة كده، كانت هتبقى شكلها حلو، بس هي ما طلعتش معايا يعني مش اللي هو الشكل اللي أنا كنت عايزاه، بس برضه ادّتنا برضه شكل إيه، مختلف بالنسبة للي أنا كنت عاملاه سواء بالشوكة أو بالغطا بتاع الإزازة، فده يعتبر شكل تاني مختلف. اعملي أنتِ بقى بالشكل اللي يناسبِك أو بالحاجة اللي تريّحِك، أنا عملت بالأشكال دي. ممكن كمان في الشكل ده، إن أنا عملت كورات صغنونة كده خالص، مثلًا 3 شوكولاتة و3 فانيليا وبادخّلهم في بعض، بادمجهم كده مع بعض، بيطلع لي شكل مثلًا إيه، اللي هو البسكويت البسكريم. اللي هو بيبقى فانيليا في شوكولاتة كده مع بعض، داخل كده مع بعضه، بيبقى شكله حلو، تدخّليهم كده مع بعض. وممكن تعملي برضه نفس الكرات الصغيّرة دي، برضه كام واحدة 3 أبيض و3 شوكولاتة، وتضغطي بس عليها ضغطة خفيفة كده عشان تلمّيهم مع بعض، هتطلع كأنها شكل وردة، شكلها بيبقى جميل. عايزة مثلًا تعمليهم أكتر من كده، تعملي مثلًا 2 شوكولاتة و3 فانيليا أو العكس أو 3 و3 زي ما أنا عاملة كده وواحدة في النُص، براحتك بقى طريقة التشكيل دي بترجع لِك أنتِ. وأدي الأشكال اللي أنا عملتها، عملت كام واحدة شكل البسكريم، كام واحدة وردة، هتشوفي معايا كام واحدة سادة شوكولاتة بس، كام واحدة فانيليا بس. ممكن بالسن بتاع الأسنان بتاعة الشوكة تخرّميها كده، أو لو عندِك العصيان بتاعة الشيش تعملي كده بالسن بتاعها كده يعني تشكشكيها كده، تعملي لها أشكال تخرّميها، بتبقى شكلها برضه بيبقى شكل البسكوتات اللي إحنا بنجيبها السادة، بتبقى شكلها حلو. دي كانت كام واحدة باقيين كنت هاعملهم يعني شوكولاتة سادة، وكنت هاشكّلهم بس أدهم ابني قال لي: "لأ أنا عايز عليهم شوكولاتة شيبس يعني زي الكوكيز كده." فحبيت إن أنا ما ازعّلهوش وقُلت خلاص هاعملهم ليه كده شكلهم حلو برضه. وده كان موجود الشوكولاتة شيبس كده كان موجود عندي في البيت، فأنا قُلت خلاص أستغلّه وأعمله له يعني كإنه كوكيز وهو هيبقى مبسوط بشكله طالما هو طلبه خلاص هاعمله. دخّلته الفرن على الرف
الوسطاني الرف الأوسط يعني، وشغّلت عليه من تحت بس، ما شغّلتش الشواية ولا أي حاجة. لإن أنا مش عايزاه يحمَر من فوق، وعامةً البسكوتات إحنا مش بنحب إن هي تاخد لون. بُصّي هي من تحت لونها فاتح أهو، يعني مش عامةً في البسكوتات مش بنخلّيها تاخد لون زي ما قُلت لِك. يعني أنا شغّلت الفرن من تحت بس، ولمّا استوت بتطلّعيها بتسيبيها شوية في الهوا، يعني أنتِ أول ما هتطلّعيها هتحسّي إن هي طرية، ما تطلّعيهاش من الفرن، ما تطلّعيهاش قصدي من الصينية، يعني ما تحاوليش إن أنتِ تخلعيها من الصينية عشان ما تتفرولش منِّك وتتكسّر وتتبهدل وهي لسه طرية. هي بمجرّد لمّا تبرد هتلاقيها مسكت نَفْسها وتقدري تشيليها من الصينية تخلع معاكِ بكل سهولة. طلّعتها من الصواني ورصيتها على الطبق زي ما أنتِ شايفة أهي، شكلها حلو جدًا، الأشكال والتشكيلات بتاعتها شكلها جميل جدًا. أنا أخدت واحدة معاكم أهي عشان أورّيكِ هي قد إيه ناشفة وجميلة، حلوة جدًا. أهم حاجة إن أنتِ تسيبيها وتستني عليها لمّا تتهوى. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.